السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم قناة منوعات نوجة. في ناس بتعتقد إنها عشان بدأت دايت ممنوع تاكل كيك غرقانة بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين شكلها وجمالها وحلاوتها. فالكيك اللي قدامكم ديت هنعملها النهاردة بطريقة من غير دقيق ومن غير سكر، وكمان هنستخدم فيها نوع من الخضار عالي القيمة الغذائية ومليان طاقة ومضادات للأكسدة. حاجة كده روعة هتعجبكم إن شاء الله. يلا نشوف مع بعض الطريقة والمقادير. الأول النهاردة هنستخدم الكيك ديت زي ما انتوا شايفين بجمالها بحلاوتها. هنستخدم معاها نوع من الخضار عالي في القيمة الغذائية وحلوة جدا. البطاطا اللي هي البطاطا، هنجيب كيلو بطاطا ونقشره مشوي، انا شوياها هنقشره. وهتجيبي معاها كوباية كاكاو خام وكوباية جوز هند مبشور ومعلقة فانيليا ومعلقة ممسوحة بيكنج صودا ورشة ملح حوالي ربع معلقة ملح وأربع بيضات ومعلقتين ممسوحين قرفة. وهنحط معلقة صغيرة خل على البيض عشان ريحة الزفارة وعشان تخليها هشة وطعمها كويس، والبيكنج صودا عشان قوام يبقى للرفع تبقى هشة وطعمها حلو. هنا حطينا الخل على البيض. هنجيب بولة ونحط المواد الجافة الأول مع بعض. هنحط الكاكاو الخام على جوز الهند المبشور كوباية برضو، على البيكنج صودا، على الفانيليا، لا مش الفانيليا، على البيكنج صودا، وعلى رشة الملح وعلى القرفة. يبقى احنا كده حطينا كل المواد الخام مع بعض وهنقلب كويس جدا ونحطها على جنب. نبدأ نجيب محضرة الطعام بتاعتي عشان نقلب الخليط بتاعنا كويس جدا. لازم يندمج كويس عشان ما تبانش انها بطاطا ونعرف نضحك على العيال. هنجيب البطاطا كده اللي احنا شويناها وقشرناها، هتقطعيها وتحطيها في الكبة بتاعتك، في محضرة الطعام، في اي حاجة انتي بتخلطي فيها كويس. وهتنزلي بالبيض بالاربع بيضات عليه ونقلب. هنحط بقى الفانيليا بتاعتنا، هكتب لكم مقادير في صندوق الوصف. يلا بقى نشغل نخلط كويس جدا. وهنا خلطناها، هنجيب بقى المواد الجافة بتاعتنا ونحطها ونخلط تاني. هنحطها على البطاطا. البطاطا لو مسكرة يا بنات ما تحطيش سكر، لو مش مسكرة عشان احنا عندنا الكاكاو خام. لو مش مسكرة حطي كوباية عسل نحل. لو مش مسكرة، ما عندكيش عسل نحل حطي نص كوباية سكر دايت عشان تاكلي منها براحتك وتبقى حاجة فيها قيمة غذائية كاملة. هنا انا خلطت، هجيب صينية مقاس 36 عشان ده كيلو من البطاطا، فلازم صينية كبيرة. هحط فيها ورقة زبدة وادهنها بشوية زيت كويس. انا مكرمشة ورقة الزبدة كده عشان تمسك في الصينية كويس. وهنا دهنت ورقة الزبدة زيت بشوية زيت صغيرين، وهنزل بقى بالخليط بتاعي جوه الصينية وافرد. وهنا فردتها هحطها
في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة إلا 5 دقايق، يعني 25 دقيقة. وهطلعها نبدأ نعمل الصوص اللي هو بديل الجناش بتاعي. هنجيب كوباية كاكاو خام وقدها بالظبط كوباية مية، ونفس الكوباية ديت هعاير بيها كل حاجة. نص كوباية زيت، ده صوص الشوكولاتة بتاعنا، ونص كوباية سكر دايت. طبعا ما عندكيش سكر دايت هتحطي نص كوباية عسل نحل. لو انتي بقى البطاطا بتاعتك مسكرة قوي ما تحطيش سكر خالص، هتبقى برضو طعمها روعة. هنا خلطناه كويس وخلصنا الصوص بتاعنا، صوص الشوكولاتة بقى شايفينه عامل ازاي. هنا طلعت الصينية بتاعتي، هبدأ بقى اسقيها بالصوص بقى اللي انا عاملاه. حاجة يعني كده في منتهى الجمال بصراحة. يعني شوفي بقى القيمة الغذائية في الاكل ده كله في الحاجات دي. والشوكولاتة خام يعني تديكي الطاقة، وفي نفس الوقت ما تتخنيش. هي مخصوص لأصحاب الدايت، كيك مخصوص لأصحاب الدايت. وهنا هفردها وهحطها في التلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتماسك تماما. لما شايفين الصوص عامل ازاي طري ازاي، هتتشربها الكيك، هتتشربها. وطبعا ما يتحطش على الكيكه لما الكيك تبرد يا بنات، لازم تبرد، تكون دافيه ما تكونش سخنه، مش لازم تسقع قوي، يعني تكون دافيه الكيك. بعد كده تروحي حاطه عليها الصوص بتاعنا. وهنا سبتها 4 ساعات في التلاجة، وبقطعها زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. والله مش عايزه اقول لكم، جربوها. حاجه كده قيمة غذائية عالية، مضاد للأكسدة ورفع المناعة، حاجة في منتهى الجمال. يعني إن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. وقولوا لي رأيكم، جربوها وقولوا لي رأيكم. بصوا الخرطة تطلع بخرطتها ازاي، بصوا جميلة جميلة. والطعم بقى ولا أروع من كده. حاجة يعني تستاهل بصراحة إنك تعمليها. والولاد ولا يعرفوا طبعا إنها أساسها بطاطا. يعني حاجة قيمة غذائية عالية. أكترية الولاد ما بيحبوش البطاطا، وتعرف تضحك عليهم بحاجة حلوة زي كده بقيمة غذائية. يعني حلوة لأصحاب الدايت، وفي نفس الوقت مش دايت بس، وللأطفال وللكل. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وعجبكم الفيديو اعملوا لايك. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، جميلة 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 بجد، والله جميلة ما شاء الله عليها بصراحة. ريحة وطعم، والطعم ولا أروع من كده. بصوا ده طبعا ورق الزبدة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.